لديها مفهوم مختلف، وهي مفهوم نشر المذهب أو نشر التشيع، وبالتالي قد تصطدم مع شيء لدينا نحن، أو يعني نقول تصطدم بمجتمعنا السني. يعني انتم هذا اللي خايفين منه فرق بين استاذ هثيل، انتم هذا اللي خايفين منه، لانه انا يعني استشعرت بكلامك قبل قليل تحدثت عن منظمه بدر وكذلك الاخرين فيما يخص العصائب والكتائب وهذه التشكيلات في داخل حركه الشعب، قلت بانه هذه جهات دينيه ونحن لا نثق منها. ما تثق بها وتخاف منها على انه تخاف تنشر التشيع ولا تصير شيعي، لا تصير شيعي، بس خلي يحررك من داعش، خلي يخلصك من القوقازي ومن الشيشاني. ما انتم قاعد تروحون للسعوديه وعندكم تحالف وياها وقاعد تجون انتحاريين سعوديين. بينك ما بين الله، مره ثالثه اعيدها، من بعد 2003 الى اليوم اجانا انتحاري ايراني؟ والله انا اعتقد ان طريق الانتحاريين دي يجون من ايران. يا رب. مو من السعوديه، اعتقد حتى الافغان دي يجون من ايران ويجون علينا. والسيارات التويوتا المعنونه باوراق وبارقام سيارات سعوديه، هاي شلون يغيروها بالحدود على ايران؟ على كل حال اخي، نحن اذا نريد ان ندخل الى هذا النقاش بالتاكيد يعني انا واثق انه كدول لا تدعم مثل هذا الموضوع، يعني لا يمكن لاحد ان يدعي بانه الدوله السعوديه تدعم داعش وهي داعش تهدد السعوديه اساسا. هذا الكلام يعني غير منطقي. الدوله السعوديه كدوله او الامارات او تركيا دول بالعالم هي محترمه. بس المانيا مو العراق ولا ايران، المانيا وفرنسا يعني نعم. موقف رسمي من المانيا على انه اكو دعم للارهاب من المملكه السعوديه، هذا مو عربي ولا واحد شيعي شبيه، يعني هذا موقف يعني عالمي. خلي اسالك،